يعني انا من ساعه ما شفت حسين عموته انا حاسس ان في امل. الفكره بتاعت الراجل وفكره الانغلاق اللي على الفريق، انا شايف ان مش دي الحاجه اللي انا بفضلها عامه، بس دي الحاجه اللي الاهلي محتاجها دلوقتي. الاهلي حاليا محتاج مدرب شديد، والاخبار اللي بتطلع كلها اخبار محترمه. وحتى فكره ان انت هتلاعب برشلونه دي انا عجباني. فكره اللي انا بخليك تحتك باعلى ليفل قبل ما تبدا اساسا. فكره رحيل تريزيجيه، انا متفائل. يعني انا متفائل السنه دي. حتى انا ما كنتش شاغل دماغي بفكره الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا والكلام ده كله. بالعكس انا كنت هشارك في الكونفدراليه عشان اخر بصيص غرور من اللعيبه يتقتل. من الاخر السنه دي انت بتحصد نتيجه اللي انتوا عملتوه، تلعبوا الكونفدراليه السنه دي. وخلي بالكم على مدار الموسم حسين عموته هنقابل مشاكل، مش مع حسين عموته، بين حسين عموته واللعيبه، لان انت جايب مدرب شديد بعد مدرب على الله كان فاتحها. فانت يعني، وانت كمان الاهلي شدها شده اللي هي ما تتشدش، اللي هو الجمعه بسيد عبد الحفيظ بحسين عموته بجهازه، دي شده. انت كده بتقول لهم والله بص يا شباب دي اخر حاجه، مفيش حاجه اعلى من كده اعملها لكم، ربنا معاكم. غير كده بقى فور الفرقه. لكن انا متفائل جدا من اللي حسين عموته بيعمله، متفائل جدا من فكره الانغلاق على الفريق. انت ناسي ان في حاجه اسمها اهلي دلوقتي؟ انت كل شويه كده بيطلع لك خبر ولا اتنين، هو ده انا عايز كده. اقفل لي وكربك بقى، كربك مفيش نجوم. النجوم انتهوا لما الاهلي وقع السنه اللي فاتت.